السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. تعود بطولة كأس العالم للأندية بنسختها 19، والتي ستقام بالمغرب ما بين 1 و11 فبراير 2023، التي ستجرى فيها المباريات. فقد رشح المغرب 4 ملاعب لاحتضان هذه التظاهرة، وهم كالآتي: ملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط، وملعب ابن بطوطة بطنجة، والملعب الكبير بمراكش، وأخيرا ملعب أدرار بأكادير. ومن المرتقب أن يتم تقليص هذا العدد إلى ملعبين 2 نظرا إلى المسافة بينهما والجودة وعامل البنية التحتية. ملعب الجبل باللغة الأمازيغية لأنه قريب من جبال الأطلس الكبير. تم البدء في بناء الملعب عام 2004، والافتتاح الرسمي كان في عام 2013، وهو من تصميم المعماري فيتوريو غريغوتي، وهو بسعة 45 ألف متفرج، وبيستضيف نادي حسينية أكادير. وبالرغم ان الملعب غير مغطى الا انه مظلل على 10,000 مقعد فقط، وارضية الملعب من العشب الطبيعي، ويحتوي على مضمار العاب قوة. ملعب مراكش تم البدء في بنائه في عام 2003، ولكن الافتتاح الرسمي كان عام 2011، وهو بسعة 45 ألف متفرج، وهو أيضا من تصميم المهندس الإيطالي فيتوريو غريغوتي، وهو ملك بلدية مراكش، وبيستضيف نادي الكوكب المراكشي، وهو أكبر رابع ملعب في المغرب. ونسبة المقاعد المظللة في الملعب هي 82% من إجمالي المقاعد، وأرضية الملعب من العشب الطبيعي، وهو أيضا بيحتوي على مضمار ألعاب قوة. وطبعا مش دي المرة الأولى اللي تستضيف فيها المغرب بطولة كأس العالم للأندية، ونتمنى نشوف نسخة مميزة جدا عام 2023.